السلام عليكم. ازيك يا وحش؟ بعد لعب 4 أو 5 بطولات من كاس الرابطه اول مره احس ان ليها لازمه. النهارده النادي الاهلي بيخسر من نادي غزل المحله في غزل المحله 2-1، والنادي الاهلي بيلعب بفريق الشباب. ورغم الخساره دي انا عن نفسي مرضي في مباراه راجلها الاول من وجهه نظري ياس تورو ثم حسين الشحات. يلا نخش في تفاصيل بسرعه لانها مباراه فيها كلام كتير يتقال. ليه انا بقول لك رغم الهزيمه ان انا مرضي؟ لان انت لما تلاعب غزل المحله، وكلنا عارفين ما ادراك مباراه غزل المحله في المحله، لما تلاعب غزل المحله بقوته الضربه وعلى ارض وسط جمهوره بفريق الشباب وتتغلب 2 بس في هدفين كان ممكن تفاديهم وهنجيلهم بالتفصيل لما يجي وقتهم، وتطلع مغلوب 2-1 بس في مباراه انت الشوط الاول تسيدته بنسبه 60 او 70% منه، وكنت انت صاحب الفرص الاخطر، فلازم تبقى مرضي. واول حاجه انا مرضي عنها النهارده هو اداء ياسترو، اللي مش هقول لك مدرب هايل، لا هقول لك انه مدرب ممتاز ومبشر جدا. ليه؟ لان انا حرمت بعد ال5 6 سنين اللي فاتوا دول، حرمت احكم على مدرب من الموسم الاول ليه مع اي فريق، خصوصا بعد اللي شفناه مع موسيماني ومع كولر مع النادي الاهلي. اول موسم بيبقى رائع، بتحقق بطولات كبيره، بتيجي الموسم اللي بعديه الكيرف بيقل 360 درجه. يمكن ده بيرجع لفكره ان مثلا بعد الموسم الاول اللعيبه اللي عارفه ان خلاص انت دخل دماغ المدرب بيلعب بقى باريحيه، عارف كده كده هيلعب، واللاعب اللي بقى بره حساباته بيلعب باقل مجهود وعارف ان هو كده كده ايه مش هيبقى ليه دور اساسي معاه، فبيدور على اي عرض، فبيبتدي الكيرف يقل. علشان كده انا حرمت احكم على اي مدير فني من الموسم الاول بتاعه. تاكيد لكلامي كلنا شفنا اللي عمله ارني سلوت مع ليفربول الموسم اللي فات، الموسم اللي فات بطل الدوري وعاملين اداء رائع، الموسم ده ادينا شايفينه عاملين ازاي. يسترب لحد دلوقتي مدرب جاي يشتغل، عينه حلوه مش عشان خاطر، لا عينه حلوه على اختيار اللعيبه. اللي بقول لك كمان جاي يشتغل ليه؟ لان انت دلوقتي في توقف دولي، كان عندك بطوله عربيه ثم بطوله افريقيا، يعني بتتكلم في 30 40 يوم توقف دولي، مفيش بطولات رسميه، كلها بطولات ايه وديه. فكان الراجل ممكن رايح دماغه وياخد طياره على بلده ويقضي الشهر ده ويرجع بعد كده بقى يلعب المباراه الرسميه. لكن الراجل ما عملش كده، قالوا له هناخد منك اللعيبه الاساسيه عشان تريح افريقيا، قال لهم امين هلعب بقيه اللعيبه اللي بره القايمه. قالوا له هناخد بقيه اللي بره القايمه عشان يلعبوا البطوله العربيه، قال لهم امين هلعب بالناشئين. فالراجل عمال يشتغل بالمتاح. الحاجه كمان اللي عجباني فيه انه جريء، وجرأته دي كلها شفناها في ماتش الجيش الملكي. جرأته النهارده برده اللي عجبتني فكره ان هو بيلاعب حسين الشحات في مركز جديد على حسين الشحات خالص. حسين الشحات النهارده ما كانش بيلعب وينج، كان بيلعب في مركز 10 تحت رؤوس الحربه، ونجح فيه، عمل جون لعمر سيد معوض. تاني مباراه على التوالي بتحس ان هو فعلا في تطوير، في لعيبه تصلح للفريق الاول. وتاكيد على جرأته دي التشكيل اللي بدا بيه النهارده، بقول لك بيلعب المحله بقوتها الضربه. بص بدا بتشكيل عامل ازاي: سيحه في حراسه المرمى، ابراهيم الاسيوطي، عابدين، العش، محمد رأفت، ابراهيم عادل، مهند الشامي، ابراهيم قاسم، حسين الشحات، عمر معوض، حمزه عبد الكريم. نبدا تقييمنا بحسين الشحات اللي هو يعتبر كان كابتن الفرقه النهارده واكبر لعيب في الملعب. حسين بقول لك النهارده كان بيلعب في مركز جديد عليه، وهو مركز 10 تحت رؤوس الحربه، واجاد فيه وصنع هدف، وكان محور خطوره كبيره طول المباراه لحد ما طلع واتغير. هنخش بعد كده على محمد سيحه حارس المرمى. الماتش ده سيحه اقل كتير من الماتش اللي فات بتاع سيراميكا. النهارده يعني الجون الاول ما يسالش عنه ويسال عنه ازاي، هو ما يسالش عن التسديده والشاطة شومه في المرمى ودخلت خبطت في العارضه ودخلت، لكن يسال من بدايه اللعبه دي. بدايه اللعبه كان زميله بيرجعها له، ابراهيم الاسيوطي بيرجع له الكوره، راح هو حب يلعبها لزميله ناحيه اليمين على الخط، حب يعملها له لوب من فوق مدافع مهاجم غزل المحله، طبعا اللعيب راح كابس عليه اول ما لقى الكوره في الهواء، زميله ما قدرش يستلم الكوره، طلعت اوت، اتلعب الاول جه منه الجون. فانت كان ممكن تلعب كره طويله قدام او تلعب لزميلك اللي جات لك الكره منه ما كانش مضغوط عليه وتتفادى المشكله دي، انما انت حبيت تلعب الكوره بشكل جمالي شويه، زنقت زميلك وبتلعب اوت جه منه الهدف. فده بالنسبه للهدف الاول. الهدف الثاني ليها وعليها، يعني الكره بتتلعب عرضيه جوه ال6 يارده، كان ممكن تطلع بالبوكس وتريح الدنيا كلها. يعني يا محمد بلاش ستايل شريف اكرامي اللي هو بتقف على الخط ما تتحركش من عليه ده، سيبك من بطئه في ان الكره اتشاطت، كان ممكن يعمل عليها يترمي على الارض ويشيلها بايده، لكن هقول لك يا عم المسافه قريبه وما لحقش ايه يبقى ليه رد فعل. لكن فكره ان هو جوه ال 18 كنت تقدر طولك هيساعدك ومكانك هيساعدك انك تطلع عليها تلعبها بالبوكس هتمسكها وتريح الدنيا كلها، لكن انت قررت انك تفضل واقف على الخط. لكن دي كلها حاجات هتيجي مع الماتشات، ودي تعتبر برده من ايه، من قله الخبره مع الوقت ومع المباريات. لا حارس مباشر ويجي منه. اخش معاك بعد كده على عمر سيد معوض صاحب هدف التعادل.
عمر سيد المعوض مش هنتكلم عنه كتير، لا كلنا عارفين عمر. يعني ربنا سبحانه وتعالى يكرمه في اللي جاي. لولا الاصابات اللي جات له الفتره الاخيره كان زمانه بيلعب فين دلوقتي؟ كان زمانه في ريال بيتيس الاسباني. فالنهارده عمر بجانب الهدف لا عامل مباراه جميله جدا ولعيب مبشر. يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى يمكن الاصابات منعته من الاحتراف، لكن بقائه في النادي الاهلي انا شايف برده ميزه، مش حاجه وحشه ليه، خصوصا لو خد فرصه مع الفريق الاول الفتره الجايه، لانه لعيب مؤهل. هو وكم واحد اقول لك عليهم دلوقتي مؤهلين هم يلعبوا من دلوقتي مع الفريق الاول. الناحيه الثانيه محمد رأفت برده لعيب ممتاز جدا، وكان قارف دفاع غزل المحله، وكان على طول بيعرف يراوغ ويعدي واحد على واحد. في حته سنه كده من احمد عبد القادر، حته ايه؟ انه بيعرف يعدي واحد على واحد، ولعيب مفيد جدا. ويتميز عن احمد عبد القادر ان هو قوي جسمانيا. هو كده ميكس ما بين حرفنه احمد عبد القادر وما بين قوه رمضان صبحي، اللي هو بيعرف يفوت واحد على واحد ويعدي، وفي نفس الوقت حتى لو ما عرفش يعدي بيقدر يحافظ على كورته ويخليها تحت رجله بسبب قوته الجسمانيه. اخش معاك بعد كده على ابراهيم كاظم، اللاعب اللي هو الافريقي اللي تحت السن. من وجهه نظري الشخصيه الولد ده من دلوقتي قادر انه يلعب مع الفريق الاول. عنده شخصيه في الملعب، قوي سريع، في شويه من اليو ديانج. ورغم ان هو عنده 18 سنه لا ما تحسش ان اللعيب ده صغير السن كده، تحس ان هو لا يعني هو بس ينقصه خبره المباريات والاحتكاك القوي مع الفريق الاول. وانا شايف ان هو ممكن في خلال الموسم بكتير يقدر يسد ما قدام اي فريق. نخش بعد كده على حمزه عبد الكريم. حمزه النهارده مستواه قليل شويه، وده منطقي بالنسبه لي. ليه؟ لعيب الاخبار كلها عماله تحوم حواليه برشلونه ومش برشلونه والدوري الاسباني، وهيعمل معسكر اعداد الصيف الجاي مع الفريق الاول. طبيعي ان هو يبقى مشتت، وطبيعي ان هو ده ياثر عليه ويحسسه بسنه نجوميه وان انا اضوء من الصلاه عليا. ده بجانب ان النهارده بتلاقي لاعب غزل المحله وما ادراك غزل المحله مع الكابتن علاء عبد العال، وركنت الاتوبيس ورا، وانت عارف الدنيا ورا بتبقى عامله ازاي. فكان طبيعي ان هو يبقى مراقب رقابه لصيقه، ويبقى مش واخد حريته لانه فعلا ما جاتلوش كور كتير. اخش معاك بعد كده على ابراهيم الاسيوطي. هو لسه منتقل الموسم ده من احد فرق الناشئين للنادي الاهلي، لكن لعيب انا شايف فيه ابراهيم حسن تاني. يعني انا شايف ان كابتن ابراهيم حسن اللي هو واحد من احسن باكات يمين جت في تاريخ مصر، شايف ستايل لعب ابراهيم الاسيوطي فيه شويه من كابتن ابراهيم حسن. القوه، السرعه، الثبات الانفعالي، جسمانيا قوي وبيلعب وهو مش خايف. لكن عموما وبشكل عام يعني بغض النظر عن الهزيمه، لكن انا شايف فيه كذا لعيب مبشر جدا زي ما قلت لك. محمد رأفت وعمر سيد معوض وابراهيم كاظم، انا شايف دول مؤهلين من دلوقتي يتصعدوا فريق اول ويلعبوا معاه. فهي اذا كانت البطوله دي هتطلع منها في الاخر مستفيد باثنين ثلاثه لعيبه من قطاع الناشئين يسدوا العجز والنواقص اللي في الفريق الاول، يا مرحبا. بس يا سيدي ده كان بالنسبه لمباراه النادي الاهلي النهارده قدام غزل المحله. ورغم ان احنا ما بنحبش نخسر، لكن برضو كان في مكاسب. سلام عليكم.